الراجل يمسك خرطوم ويفضل يرش مية جوه المخزن، وفجأة المية ترجع بالزمن 2000 سنة وتوصل للعصور القديمة. أول ما الملكة تشوفها تفرح جدا، لأن بلدها كانت بتعاني من جفاف شديد. تفتكرها هدية عظيمة وتأمر برمي كميات كبيرة من الذهب على المذبح تعبيراً عن الشكر. في نفس اللحظة الذهب يظهر جوه المخزن. الراجل يفرح قوي ويحس إن أيام الفقر خلاص انتهت، فيبيع الذهب لمحل مجوهرات ويكسب 30 مليون دولار. في الوقت ده البلد القديمة بتتعرض لحروب ومجاعة. الملكة من غير أي حل تاني تطلب العون علشان الأكل. الراجل يشتري كميات كبيرة من الطعام ويحطها في المخزن، فتتنقل فوراً للماضي، وبكده أزمة الجوع تتحل. بعد فترة الملكة تقدم قلادتها المصنوعة من اليشم قربان، وتقول إنها مش هتقدر تقدم قرابين تاني لأن بلدها على وشك الانهيار بسبب الحروب. الراجل يقرر يساعدها، فيصرف 10 ملايين دولار على معدات ويجهز نفسه ويسافر بالزمن. الأعداء يسخروا من شكله الغريب وما ياخدوش كلامه بجد، وقائدهم يطلب من الملكة الاستسلام، لكن الراجل يتحدى الجميع ويقول إنه يقدر يهزمهم لوحده. القائد يتقدم لمواجهته، لكن الراجل يطلع معدات فيجروا هربانين. الملكة تنبهر بشجاعته وتقع في حبه، وعلشان يتجوز الملكة الجميلة الراجل يروح مزاد ويشتري أغلى جوهرة علشان يتقدم لها.